وضعت جيني السم بيديها في طعام طفليها لكي لا يدركا وجود أي شيء غير طبيعي. قامت بتحريك الطعام بلطف للتأكد من امتزاج كل شيء تماما. وبعد فترة وجيزة عاد جاك إلى المنزل مترنحا وهو في حالة سكر شديد. وعندما رأى جيني مستلقية بلا حراك على الأريكة استشاط غضبا واندفع نحوها ليوبخها، ولكن في اللحظة التالية تسمر في مكانه من الرعب. فليس زوجته فحسب من كانت هامدة بل طفلاه أيضا. حينها فقط أدرك أن زوجته وأطفاله قد فارقوا الحياة إلى الأبد. انفجر جاك في بكاء مرير، ولكن مهما بلغ ندمه فقد فات الأوان. ففي الماضي كان غارقا في الشرب واللهو طوال اليوم، وكلما عاد إلى المنزل صب غضبه على جيني بلا سبب. ومن أجل إعالة الأسرة وصلت جيني إلى حد بيع دمها لتعيش، ومع ذلك كان هو يأخذ كل قرش تكسبه لينفقه على القمار. وبسبب مواجهة زوج كهذا غرقت جيني في يأس تام. لم تكن تريد لأطفالها أن يستمروا في العيش في ذلك الجحيم، لذا اختارت الرحيل معهم. لم يبدأ جاك في الرغبة في التغيير إلا بعد أن فقد كل شيء، ومع مرور العقود وبفضل جهود مستمرة أصبح أغنى رجل في العالم. ومع ذلك كلما زاد نجاحه زادت ملاحقة ذكريات الدموع والألم القديمة له. وفي النهاية وضع حدا لحياته المليئة بالخطايا. ولكن عندما فتح عينيه مرة أخرى أدرك أنه قد ولد من جديد، ورأى أمامه زوجته المألوفة وطفليه مرة أخرى. هذه المرة هل سيختار هذا الرجل طريق التكفير عن ذنوبه